رحت ازور مرات اخويا اللي والده انا وامي. اتصدمنا من اللي شفناه لما لقينا اخويا واقف ينشر لها في البلكونه. صاحبة المشكلة بعتة كده بالنص النهاردة وبتقول: مرات اخويا والدة ورحت ازورها انا وامي، لقينا اخويا واقف في البلكونة وبينشر لها. امي كان هيجرى لها حاجة، خاصة كده قرايبنا اللي ساكنين في وشهم لما يشوفوهم هيقولوا عليه ايه؟ اكيد هيقولوا عليه مش راجل. هي وهماه طبعا ان هي تعبانة، ووهماه ان هي عندها وجع، عشان كده هو اللي واقف ينشر. وكل ده وهي جايبه له بيت. امال لو كانت جايبه له ولد، يعني كاتبالي كده بت مش بنت، وهي جايبه له بت، امال لو كانت جايبه ولد كان عمل ايه؟ انا مش عارفه دلوقتي نقنعه ازاي ان هي مش تعبانه وان هي بتمثل ومفيش فيها حاجه. عايزه اقول لكم ان هي والده قيصري. صاحبه المشكله بتاعت النهارده بعتها وبتقول الكلام ده. انا من وجهه نظري يعني بقول لك كده: ايه، اتقي الله، لان انت هيجي عليك يوم وهتبقي مكانها. الولاده القيصريه ديت من اصعب حاجه في الدنيا الواحده بتمر بيها، ثم ان انت مالكيش دعوه ينشر لها، يغسل لها، يطبخ لها حتى. شيلي نفسك من بينهم وبلاش